كثير ما نسمع على موضوع شجرة السدرة، فيها جن، فيها أرواح، وأنا ما كنت أصدق هالأمور. لكن من بعد الموضوع أنا هني غيرت رأيي بصراحة، ونقول الله يستر. أحمد وليلى اثنين متزوجين من 5 سنوات، والله ما رزقهم بهذا. بعد هال5 6 سنوات هذه اللي تزايد بالحياة الزوجية اللي هم فيها، الله رزق لهم كنفلس، وقالوا انه بيشترون بيت على قد فلوسهم، فلقوا لهم بيت في بيان، تحديدا قطعة 4 الشارع الرابع. لما خذوا البيت، بيت عبارة عن دورين، حوش كبير، وفي شيرة بالنص، شيرة السدرة. لما كلموا الجيران انه يعني شنو ينصحونهم يعدلون يحطون، نبهوهم انه لا يجيسون هذه للشرع او انه يشيلونها. يبا ليش؟ يعني انتم عارفين هذه القصص. هم قالوا كذي، قالوا يبا احنا ما نصدق هالسوالف. خلال وجودهم اول سنه، سبحانك يا رب، ربك يعني يرزقهم ان الزوجه تصير حامل وتولد. هني بلشت المشاكل. الياهل من صار عمره 2 شهر لاحظوا شغله فيه، كل ما يشيلونه يبون يطلعون يروحون بيت يدهم، بيت عمهم، وين ما كان. وهم رايحين من يمرون يم هالشيره هذه، تلاقون الياهل يصيح ويبكي، يروحون يردون نفس المنوال. الزوجة بلشت يعني تحلم هذه الأحلام الصعبة البايخة، مو مرتاحة بالنوم أبدا. ما تعرف هل يترضع ولا تلاقي ياهل، ولا مو قادرة تنام. الولد بلشت تحوشه نوبات صرع. هني خافوا، ودوها المستشفيات، الولد ما في شيء، الكشف الطبي طبيعي. هني قالوا يبا الموضوع متعلق بهالشيرة هذه، شيرة السدرة لازم تنشال، خصوصا ان هم من لا هم يعرفون ينامون ولا هم يعرفون يقعدون ويسمعون بهالاصوات هذه. فبعد ما قرروا انه يشيلون الشيره هذه، دقوا على الشركه على اساس انه يشيلون الشيره هذه، وهم قاعد يضربون للشيره يقول احمد بلشت ريله اليسار تنمل، ما يحس فيها، كل ما يطقون فيها زياده ويقصون فيها زياده تعوره زياده. من وصلوا لنص الجذع الا احمد يطيح ولا هو حاسب نفسه. يشيلون على طول المستشفى، يكشفون عليه، ولا الريال حاشة شلل نصفي. هني قالوا يبا ما احنا قاعدين بالبيت واحنا طالعين. باعوا البيت وما حد يدري وينهم.